السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة بتاريخ 5/5/2026. جايب لك فيه النهاردة عربيات بتبدأ من أول 30,000 ومانيوال وأوتوماتيك، إن شاء الله تعجبكم. كمان في عربيات النهاردة ينفع إن أنت تشتغل بيها ويكون مصدر دخل ليك وبسعر كويس جدا. طبعا هنشوف كل الكلام ده دلوقتي مع بعض، ولكن طبعا الأهم عندنا من سعر أي عربية هو الفحص، فعلشان كده لازم تتأكد من حالة أي عربية كويس جدا، علشان طبعا تبقى مطمن وعارف أنت دافع فلوسك في إيه. وطبعا جميع ارقام التليفونات بتاعت صاحب اي عربيه هتلاقيها في وصف الفيديو تحت الفيديو على طول او في اول تعليق. يلا بينا بقى نبدا ونشوف مع بعض تفاصيل كل عربيه، ولكن ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شيفروليه لانوس موديل 2010، عربيه تنفع للبيت، وكمان لو انت هتشتغل بيها فتبقى كويسه جدا معاك، وكمان في نفس الوقت سعرها كويس تحت ال 200,000. فيها رخصه سنه. طبعا العربيه مانيوال، كاوتش جديد وبطاريه جديده. موتور العربيه لسه معمول له عمره. من حيث الرش بقى فهي رشه كلها من بره، لكن الدواخل بتاعتها فابريكا بالكامل. صاحبها بيقول لك برضه جاهز انه يكشف في اي مكان. كمان العربيه المميز فيها اللي معانا النهارده ان هي راكب لها غاز، يعني لو انت هتشتغل بيها فهتبقى اقتصاديه جدا جدا معاك. صاحبها بيقول لك مش محتاجه منك اي مصروف، وطبعا هو عامل لها الصيانات بتاعتها. العربيه فيها 4 ازاز كهرباء. طبعا طقم جنوط سبور. فرش جلد كويس على الكراسي. موتور العربيه 1500 سي سي. العربيه مرور بولاق. السعر بقى المطلوب في العربيه 190,000. طبعا زي ما قلت لك شيفروليه لانوس 2010، دواخل فابريكا بالكامل، وصاحبها برضو بيقول لك جاهز انه يكشف في اي مكان. عربيه كويسه جدا، وكمان راكب لها غاز، لو انت هتشتغل بيها فهتبقى اختيار مناسب ليك. شيفروليه كروز موديل 2010 جايبها لك النهارده كامله اوتوماتيك. العربيه اللون السماوي. الرشه كلها من بره، ورخصه العربيه ساريه لغايه شهر 11 اللي جاي 2026. مكيفه، تكييف العربيه شغال. العربيه موتورها 1600 سي سي. 4 ازاز كهرباء وباور وسنتر ومرايات كهرباء. فيها طقم جنوط سبور. المعاينة بتاعت العربية إن شاء الله هتبقى في القاهرة. العربية بقى مطلوب فيها 330,000. زي ما قلت لك شيفروليه كروز موديل 2010، العربية ديت كاملة أوتوماتيك. فيات 128، طبعا من العربيات الاقتصادية جدا اللي يعتبر مفيش فيديو بنعرضه إلا لما تكون فيه العربية ديت. كمان سعرها كويس جدا. العربية ديت موديل 83 مانيوال. موتور 1100 سي سي. رخصة العربية سارية، وكمان فيها سنتين على الشباك، يعني لسه مش هتفحص دلوقتي. مرور برج العرب. معاينة العربية إن شاء الله هتبقى في البحيرة. عفشة العربية كويسة جدا. الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. السعر بقى المطلوب فيها 40,000. يبقى فيات 128 موديل 83، معاينة بتاعتها إن شاء الله هتبقى في محافظة البحيرة. ولو عاوز بقى توفر وتركب حاجة بسعر أرخص، فجايب لك النهاردة الفيات 127. طبعا العربية ديت اقتصادية جدا جدا في البنزين، لأن الموتور بتاعها 900 سي سي. العربية ديت موديل 85 مانيوال. رخصة العربية سارية لغاية شهر 7 اللي جاي 2026. العربية مرور مدينة نصر. الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. معاينتها إن شاء الله هتبقى في بلبيس في محافظة الشرقية. العربية طبعا زي ما قلت لك سعرها أرخص من الفيات 128، فالعربية اللي معانا النهاردة ديت مطلوب فيها 30,000 جنيه. موديل 85 طبعا مانيوال، ورخصتها سارية لغاية شهر 7 اللي جاي، والعربية مرور مدينة نصر. جايب لك بقى النهارده شيفروليه افيو موديل 2018، عربية كويسة جدا وكمان اوتوماتيك. العربية اللي معانا دي رشة من بره كلها ما عدا السقف فابريكا، ودواخل العربية فابريكا بالكامل. فيها باور وسنتر و4 ازاز كهرباء. 5 فرد جنوط سبور. مرايات كهرباء وتكييف، والعربية برضو فيها فاميه مظبوط على الرخصة. فرش جلد وأرضية جلد. فيها هوايات مطر وبرضو فوانيس ليد. بطارية جديدة، وكاوتش العربية برضو جديد. موتور وفتيس وعفشة كويسين جدا، جميع الصيانات بتاعت العربية معمولة. صاحبها بيقول لك مش محتاجة منك أي مصروف نهائي، وده برضو إن شاء الله هتتأكد منه وقت المعاينة. العربية فيها رخصة سارية سنة. معاينتها إن شاء الله هتبقى في شارع 45 في اسكندرية. المعاينة هتبقى من بعد الساعة 4 العصر. السعر كمان بتاع العربية قابل للتفاوض، اللي هو كام؟ اللي هو 325,000. السعر ده قابل للتفاوض، يعني إن شاء الله تاخدها بأقل من كده. عربية افيو 2018 كاملة اوتوماتيك. واللي بيدور بقى على حاجة 7 راكب يشتغل بيها، جايب لك النهاردة سوزوكي فان موديل 2006. العربية حالتها كويسة جدا، مانيوال جاهزة على الشغل. صاحبها بيقول لك مش محتاجة منك أي مصروف. فيها طقم جنوط سبور. كاوتش العربية جديد. فيها برضه فرش بالكامل داخلي حالته كويسة جدا. الموتور بتاع العربية صاحبها بيقول لك ممتاز. العربية معاينتها إن شاء الله هتبقى في منيا القمح في محافظة الشرقية.
فيها رخصة سارية 3 شهور. العربية رشة من بره كلها، دواخلها فابريكا بالكامل، فيها بس حتة 10 سم بس هي اللي رشة في الدواخل، لكن باقي الدواخل فابريكا. العربية مرور السلام. السعر بقى المطلوب فيها 155,000. عربية سوزوكي فان موديل 2006 7 راكب. شانجي ايديا موديل 2008، عربية اقتصادية جدا في البنزين، وكمان المميز في العربية اللي معانا النهاردة ان هي راكب لها غاز، يعني طبعا بقى تلف بيها زي ما انت عاوز تلف، وفي الاخر مش هتكلفك حاجة خالص. العربية كمان موتورها 1000 سي سي، موديل 2008 مانيوال. العربية مرور المنوفية وفيها رخصة سارية سنتين. من حيث الرش بقى فهي رشة من بره ما عدا الجنبين والكبوت، يعني السقف والشنطة فابريكا ودواخل العربية فابريكا. صاحبها بيقول لك مش محتاجة منك أي مصروف خالص. كمان عربية كويسة جدا، تنفع شبابي وتنفع بناتي. العربية مكيفة، فيها طقم جنوط سبور. السعر بقى المطلوب في العربية 95,000، وموديل 2008. وكمان جايب لك عربية اوتوماتيك سيدان سعرها كويس جدا، عربية ألماني اوبل فيكترا اي موديل 95، زي ما قلت لك كاملة اوتوماتيك. رشة من بره كلها بويا ماكس ماير. العربية دواخلها كلها فابريكا بالكامل. صاحبها بيقول لك ما فيهاش نقطة برومة خالص. عفشة العربية برضو متجددة بالكامل. 4 فرد كاوتشات جداد وبطارية جديدة. موتور العربية برضو لسه متغير استيراد ومثبوت في الرخصة. الرخصة باسم صاحبها على طول، فيها سنة وكمان فحص بعد 3 سنين. العربية مش محتاجة منك جنيه مصروف، وده برضو إن شاء الله هتتأكد منه وقت المعاينة. معاينة العربية إن شاء الله هتبقى في حلوان. موتور العربية 2000 سي سي، والسعر بقى المطلوب فيها 140,000. يبقى اوبل فيكترا ايه موديل 95، العربية كاملة اوتوماتيك ودواخل فابريكا بالكامل.